السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة عالم خولة. اليوم ان شاء الله غنوجدوا جميع واحد الرغيفات اللي كيكونوا بالخضر هكذا، كيجيو شهية لرمضان. ممكن نوجدوهم في هذا الشهر الفضيل، وهما ساهلين بمكونات بسيطة. ندوزو على بركة الله لتقديم العناصر اللي غنصاوب بها هاد الرغيفات. كنحتاجو البصله مشلضه، كنحتاجو الكفته، وهذه ماشي ضروريه، ممكن نعوضوها غير بالشحمه ديال الغلمي، الشحمه ديال الكلوه ديال الغلمي ممكن نعوضوها به وكيجيو لذاذ. كنحتاجو القرعه كورجيت، انا هنا حكيت جوج قرعات. كنحتاجو جوج خيزوات كبار جزر، والتوابل كنحتاجو غير الكمون والسودانيه والملحه. هاد ثلاثه ديال التوابل هما اللي كنحتاجو ليهم. وطبعا كنضيف الزيت البلديه باش نشحروا هاد الخيزو والقرعه اللي عندنا، وكذلك اللحم المفروم والبصله. اول حاجه غناخذ الزيت البلديه غنديرها في مقيله، وغنضيف عليها البصله. هاد البصله هذه غنشحرها شويه، وعاد نضيف الكفته ديالي او اللحم المفروم، غنحطهم على النار وهانتوما معايا. كيف كتشوفوا في هذه الاثناء زدت هاد الطريفات ديال الشحمه اللي مذوبه هم، يعني كيف كتشوفوا هما جامدين. وزدت شويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره. هادشي حتى دبان ليا خيزو ودبانت ليا الكفته، عاد زدتهم حيت ما بغيتهمش يتحرقوا ليا. يعني في نفس مده النضج ديال هادشي اللي يكون عندك تضيفيه شويه الشحمه باش تبقى باينه، وتضيفي التحميره والخرقوم. وفي هذا الاثناء صافي غنطفي على الخضر ديالي لان طابت كيف كتشوفوا. صافي غنكتفي بهذا القدر. انا ملي حيت الخضر ديالي هيا كنخليها تبرد، وغندوز دابا للعجين اللي غادي نعجن الرغيفات ديالي. انا اختاريت اليوم غنوجدهم ان شاء الله بالطحين ديال الزرع كامل والدقيق الرطب، يعني الفورس. غنعجنهم ونوجدهم بينما هاد العقده ديالي تبرد ليا شويه، خاصه ضروري تبرد ليا باش ما تقطعش ليا العجين. كيف كتشوفوا جات زوينه. نقرب لكم، هانتوما منوعه. اللي بغى يزيد عليها شويه ديال الطريفات ديال الزيتون، اللي بغى اي اضافات اللي تجي معاه يضيفها.
دابا انا سرحت الرغيف ديالي. دابا نجيب العقده كيف كتشوفوا، هي بردات هكذا بغيتها، يعني بغيتها تكون بارده بهذا الشكل، حيت غادي تدخل الفران. انا غادي نخدم غير بيديا، غنهز العقده ديالي على هذا الشكل وغادي نجمعها. دابا سرحت الثانيه، غادي نحاول نجمعها حيت هادو غادي نطيبهم في الفران وغنخليها نبسطها شويه شويه وغادي نديرهم ان شاء الله في الطاوه على هذا الشكل. دابا هاد لي صوت، هاد الجهه كتكون فيها على ورقه، هنا كيكونوا على جوج ورقات. اش كندير؟ كنحط هادي كنديرها هنا. وملي غنزلها في الطاوه غنزلها على ماشي على هاد الجهه اللي سديت، على الجهه الاخرى. انا باقي لي هاد الجوج، انا غنكملهم دابا. وغادي ندير الحشوه اللي بقات ليا كامله. هنا نبسطها شي شويه، نديرها على شكل مربع وكنحاول نجمعها على هذا الشكل. كيجيو زوينين هادو في رمضان، صحيين والخضر زوينه وكلشي كيبغي الخضر. كاين اللي كيديرهم غير بالشحمه، واخا تقبليكم هكا معليش، لان هاد الجهه اللي غنحط عليها كيف كتشوفوا راه مدوبله. هنا كنحاول نرقق ونمسك باش توصل ليه، باش تغطي ليا مزيان. دابا حيت غادي ندخلهم الفران غنحاول نقرصهم شويه شويه
غير شويه ماشي بزاف. اللي بغى يديهم الفران ديال يعني على برا مزيان، اللي بغى يطيبهم في الفران ديال الدار يطيبهم، يجيو زوينين. تحاولوا تقرصوهم غير بشويه، حيت حنا باغينهم باش يكونوا عامرين، يعني يكونوا عرات، يعني يكونوا عامرين ماشي مقرصين بزاف. وهادو هما غنديهم الفران ان شاء الله، وانتم معايا نتلاقاو في الشكل النهائي ديالهم. على بركه الله انا غنديهم نتلاقاو في الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل ديالهم. انا قرصتهم شويه، يعني خليتهم يعني شويه غلاظ، ولكن قرصتهم، ما خصناش نبسطوهم بزاف. 3 درتهم في الفران و3 درتهم هنا. وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كيف كتشوفوها هما الرغيفات ديالي اللي عامرين، انا خرجتهم من الفران جاو على هذا الشكل، جاو زوينين مقرمشين. نتمنى الوصفه اليوم تعجبكم. لا عجباتو وصفه اليوم ما ينساش يخلي لي اشتراك ولايك وكومونتير، ومرحبا بكم دائما. نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.